انت تشوفه يوميا باللابتوب او التليفون، ولازم تقنعه انه انت ما تعرف اي شيء عن هذا الموضوع. آسف. اما مساله الكرم، فاحنا اوفر بالكرم صراحه، لهذا المطاعم يحطون فقره الوير ممنوع. بالمناسبه الوير هو انت من تطب المطعم وتلقى واحد صديقك قاعد قبلك او واحد تعرفه قاعد قبلك، فهذا اللي قاعد قبلك يقول لابو المطعم انه حساب هذا واصل. هذه العمليه اللي هي من هذا اللي قاعد لابو المطعم الواحد جاي، هاي تسمى الوير. ما اعرف من سماها وليش سموها هذا الاسم، المهم تلقاها هواي بالمطعم هذا. انا من الناس من اطب المطعم القى واحد عرف، يعني اظل حاط ايدي على قلبي شلون راح الحق ادفع الحساب قبل لا يدفعه هو. وبالباص او الكي مثلا اذا صعدت انت بعدين هو ماشي وندار عليك السائق وصح واصل حبيبي، فراح تشوف واحد لي قدام يندار عليه يقول لك شلونك شو اخبارك، ابوك شلونه، هذا يدفع لك الكرو. فلا تحاول تقول له ممنون، خلاص اندفعت الكروه، ولا تحط براسه طلقه بعد ما راح يتنازع عن هذا الموضوع. اما اذا انت حولت من بيت البيت تحول غراضك، فاثناء ما تنزل غراض وانت وحدك بدون ما تحكي ويا احد، راح تلقى فد 15 واحد يشيلون الثلاجه، فد اربعه يفكون بغرفه النوم ولا يصعدوها بغرفتك، فد ثلاثه ينظفون بالحديقه، فد اثنين يشدوا الكاونتر بالمطبخ. هذول كلش طبيعي مناسبه، هذول الجوارين مالتك ودول يوقفوا لك يعني. وهذا اللي انتقل جديد لهذا البيت، هذا اكثر شخص محظوظ لمده 3 ايام. ما راح تبقى نوعيه اكل بالحياه ما راح يجربها. كل ساعه عندك الباب طب 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 طب، عمو هاي من بيت ابو ضياء، طب 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 طب، هاي من بيت ابو مؤيد، قوم ما تلحق على الصواني. ورا اسبوع بس تستقر بالبيت يندق الباب تلقى نفس الطفل اللي جاب لك الصينيه، عمو امتي البتيتايه عندكم، وتبي تتطور شوي شوي تصير بصل ملح زيت، واحيانا توصل الى انه يريدون جدارك. ومرات يطلع هذا اللي حول جديد مؤجر، ومن يجي ابو البيت يريد البيت ما يقبل يطلع الا ب 10 ملايين. اما برمضان من الطب للفطور تسالهم ايش طابخين اليوم على الفطور، فالحجيه مثلا تقول لك دولمه، فهو ينزل الفطور تلقى شويه دولمه، بس شنو راح تلقى مواعين صغار كلش هوايه على مشمع مال الفطور بالقاع، اللي هو مثلا برياني، تبسي، طرشانه، كبه، فاصوليا، بانيه، هيك اشياء صغار 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 هيك. طرشي مثلا غريب، هو اول مره تشوفه بحياتكم، هذا ما طاب بالبيت هذا طرشي قبل، لا هو اصفر ولا هو احمر، و5 بورقايات بمعون صغير، وتشريب مقلوبه، بحيث مائده هارون الرشيد ما بها هذا التنوع الهائل. فطبيعي انه تسال اليوم هذا الكولكشن مال المواعين متنوع ما شاء الله، كنا عراق مصغر، هذا منين؟ ما شاء الله المواعين حلوه. احنا عندنا معون اخضر بالبيت، اول مره اشوف معون اخضر، وهذا المعون المشجر مال من يمه التبسي من بيت ام مصطفى، والبرياني عفاف دازته، وهذا طرشانه بس ما دازته، اول مره تسوي طرشانه فتجربوا براسنا. وتعرف شنو؟ كل البيوت اللي داير مدارك عندهم نفس المائده المتنوعه، لانه هي عادي ناس توزع الناس، وهذا الشيء هم بس عندنا. وبالنهايه احنا شعب يعشق الضحك، ورا كل الاشياء السيئه اللي صارت بينا، اللي لو صايره باي شعب اوروبي كان تلقاهم نصهم هسه منتحرين وعندهم كابه، بعدنا احنا نضحك كل الشاقه حتى على مآسينا، لان احنا شعب رغم السلبيات اللي بينا احنا شعب على قيد الحياه. شو تريد بعد يا اخي؟ حتى بالانتخابات ما حيتلوي الشعب العراقي شيء دلل.